الملعب صاير بالسنة ياهو عالكاس ينافسنا، ايش حد اللي يوصل يا محدنا، يا محدنا الدنيا تموش، يا محدنا الدنيا تموش. ابن الملحة من يلعب يدك زلزال بالملعب، شربة ماي عند الفوز هو السيف المجرب، هو السيف المجرب. ابن الملحة من يلعب يدك زلزال بالملعب، شربة ماي عند الفوز هو السيف المجرب، هو السيف المجرب. واحدهم شقاوة يفوت طوله جنة ملوية، من يركب يغز القاع هجمة وهزة أرضية. واحدهم شقاوة يفوت طوله جنة ملوية، من يركض يهز القاع هجمة وهزة أرضية. رغم جروحه ما يتعب هذا السيف المجرب، رغم جروحه ما يتعب هذا السيف المجرب. بالساحة مباراة جيدة وإن شاء الله احنا فقدنا الأمل بس عوضنا بالفترة الأخيرة. ما نتعب يوميا شوط، لا 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 ما نتعب يوميا شوط، يا يبا هو السيف المجرب، هو السيف المجرب، هو السيف حبيبي سموري والله احنا فرق شعيل ان شاء الله والمشاب وخلاص ما ينقلبون هيدر من قال نصحى الفرق ساعكم الخصم يدخل النار لأن لاعبنا طيار، والله يا مباراة جيدة وان شاء الله كنا على اهم سيد حسين مجهود البطل سيد حسين ولو لعبتين باليوم طبعا نشكر جهود اللاعبين وزملاء اصدقائي، ونشكر جهود سيد زين وحضور مشرف حسين جميل هو شمعة الفريق طبعا، ونشكر سمير هو صاحب الفوز ومش خالص صاحب على عناد الحال. يا محدنا الدنيا تموش، يا محدنا الدنيا تموش. من نهله راضع غيره، لا 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 ما نتعب يوميا شوط، ضربات القلب يشيله، يا محدنا الدنيا تموش. مباراة جيدة وإن شاء الله احنا فقدنا الأمل بس عوضنا بالفترة الأخيرة. سلم على الشباب. احكي صراحة مش طالع عندك اليوم طالع اليوم شوف دماغ النقطتين ولا لا؟ احكي حبيبي سموري والله احنا اول فرق شعيل ان شاء الله والمشاب وخلاص ما ينقلبون هيدر من قال نصحى الفرق ساعكم هو مبروك مصطفى والله يا مباراة جيدة وان شاء الله كان على اهم سيد حسين
جهد البطل سيد حسين احنا فزنا تأهلنا ولو لعبتين باليوم تعبنا بس نسوي. طبعا نشكر جهود اللاعبين وزملاء اصدقائي ونشكر جهود سيد زين وحضور مشرف حسين جميل هو شمعة الفريق طبعا. ونشكر سمير هو صاحب الفوز ومش خاف صاعد على عناب كل واحد شعورك ودرس اخضر يا علي واليوم نبكي يوم وكليناهم هم كليت اول شيء ابارك للشباب على جهودهم الطيبه فوزهم على في هذه المباراه وهم ما قصرتوا وجهد مشكور. كذلك يشكر المدرب زين عابدين وكذلك مشرف نادي المساعد بكرة السله الاستاذ ميثم حميد وكذلك اشكر اللاعبين على هذه الجهود وشكرا. وان شاء الله بغداد تاخذ الفوز.